شايف الكرافتتين دول يا رأفت؟ دول شبه بعض بالظبط يا محسن بيه. قصدك تقول انهم نسخة واحدة؟ فعلا هما نسخة واحدة معمولة هنا، ولا يمكن هتلاقي أي كرافتة تانية في العالم شبههم. وده معناه إيه؟ في واحدة هتبقى معاك والتانية هتفضل هنا. وبعدين؟ دي الوسيلة اللي هتتعرف بيها على أي حد مننا بتقابله لأول مرة ويكون لابسها. عشان كده لازم الرسم والألوان يكونوا مطبوعين في دماغك كويس أوي. فاهم يا رفعت؟ انت مودينا على فين يا محسن بيه؟ اللي اعرفه واللي ما اعرفوش، كود وشفرة، وسيلة تعارف وارقام وحروف وكتابة سرية ثم انا ما صدقت اني حابد عن اللي اسمه عزرا ده. يا ترى طلع ازاي من مصر؟ وازاي تسيبه يطلع يا محسن بيه؟ ولا انت ما كنتش تعرف؟ وقريتها جت على عزرا لوحده. ده كان فيه قبطان المركب والبحار اللي فضل قاطرني طول الرحلة. ويا عالم يا عالم كان في مين تاني كمان على المركب؟ والمصريين اللي على المركب. ديفيد ما حاولش يتصل بحد فيهم، وكان واضح تماما انه ما يعرفهمش، وهم كمان ما حدش فيهم كان يعرفه. والظباط اللي على المركب؟ سينيور أنطونيو، كل اللي نقدر نقوله ان ديفيد شارل سامحون كان بيتصرف بشكل طبيعي جدا، لدرجة اننا مش عارفين احنا جينا من تل أبيب بطول المسافة دي ليه. ده رأيكم؟ وده اللي هنكتبه في التقرير بتاعنا لما نرجع تل أبيب. أنا مش عاوز تقرير. التقرير مفروض إنه يتقدم في القاهرة مش هنا. امال سيادتك عاوز ايه بالظبط؟ أنا حبيت أشوفكم الليلة دي، وأنا عارف طبعا إنكم تعبانين من الرحلة، بس في شوية حاجات يهمني أعرفها وفورا. حاجات زي ايه يا فندم؟ يعني مفيش حاجة بالتحديد، لكن يهمني أعرف ملاحظاتكم عن اللي حصل على المركب. مين كان بيراقب ديفيد؟ هو كان بيتصرف إزاي؟ مين اتصل بيه؟ علاقته باليهود اللي كانوا على المركب؟ معنى كده يا فندم ان سيادتك عايز تعرف كل حاجة. تمام كده. وده لأني يهمني إني أشوف الصورة بأكبر قدر من الوضوح الليلة ودلوقتي. الصورة واضحة من مصر، مش محتاجة لشرح أكتر. خلينا في المركب سينيور عزرا. وإيه
وهي تفرق كتير؟ انا عايز تفسيرك عن اسباب ابتعاد سنيور سمحون عن الناس بالشكل ده. سينيور أنطونيو ليفي كوهين ما بيبتعدش عن الناس كلها، ده بيبتعد عننا احنا بس. لازم له اسبابه. في مصر ممكن يكون في أسباب هناك، ده صحيح، لكن بعد ما ساب مصر وركب المركب والمفروض إنه راجع إسرائيل، يبقى إيه المنطق في كده؟ سينيور أنطونيو الجدع ده من ساعة ما قابلته وأنا بشك فيه، في حاجة واقفة بيني وبينه. لازم في حاجة خاصة. ده كلام مش محتمل، وأنا سكت ليه؟ إني خايف ما تصدقونيش انتوا كمان. المفروض تقول كل اللي عندك سنيور عزرا. هو في مشكلة. ايه هي؟ أنا كل ما أقرب له أرتاح له ويمكن أصدقه، لكن كل ما أبعد عنه. سينيور أنطونيو ليفي كوهين ده ما تنساش انه اسمه دلوقتي ديفيد شارل سمحون، إن شاء الله يكون اسمه بونجوريون. وانت عارف ان سنيور سمحون اداله اسمه. هو ده اللي مجنني. وبدل اداله اسمه يبقى رأيه فيه، وقبل كده صروف قال رأيه، وانت عارف كده. شارل سمحون وصروف يهمهم إيه؟ إيديهم مش في النار زينا، ما هماش راجعين إسرائيل، مش هيرموا فلوسهم في بير ما يعرفلوش قرار. ده المطلوب منهم بالظبط. ما قلتليش ايه اخبار الناس اللي كانوا معاك على المركب؟ مفيش جديد. يعني ايه؟ يعني مفيش حد منهم راجع إسرائيل غير واحد بس، حتى سوسو ليفي لما ما كلمني- تتكلمش عن سوسو ليفي. اهتم انت بالاخرين. اديني بحاول معاهم. غلط. ايه؟ غلط. في ظروف زي دي لازم تقتنع بوجهة نظرهم، واذا عملوا حاجة لازم تعمل زيهم. مش فاهم. مش ابن عمك لويس بيشتغل فرع بنك باركلز في باريس؟ ده صحيح، مش سبق وبعت لك انك تحصله؟ وكلكم عارفين ان انا اعتذرت. طب ليه ما تقبلش العرض ده دلوقتي؟ سينيور أنطونيو انا مش فاهم حاجة. بالشكل ده هتبقى في فرصة لسنيور سمحون إذا كان مؤمن بالقضية فعلا أن يقنعك بالهجرة معاه لإسرائيل. وفي إسرائيل سينيور أنطونيو ممكن تفهمني اكتر؟